السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكون اموركم طيبه. عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه وباش ما كتمناو ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم بصيتله بالدجاج من اروع ما يكون على الطريقه المغربيه. كيجيو معلكين ولذاذ بزاف وتتجي فيهم واحد القرمشه اللي رائعه جدا. غادي نشارك معكم كذلك في هذا الفيديو طريقه طي الورقه ديال البسطيله باش كتحصلوا على بسيطلات على شكل ورده ويجيو كاملين في قياس واحد. وبما انني كنت غابره هاد المده كلها ما كرهتكمش لعجباتكم لا فيديو، تخليوا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والحباب باش هكذا تشجعوني نزيد نعطي اكثر وننزل لكم فيديوهات كل نهار. وحتى هكا باش اليوتيوب يقترحني، لانني كيف كتعرفوا مده طويله ما حطيت حتى شي فيديو. بلا ما نطول عليكم حبوباتي، ندوزو ان شاء الله نطبقوا الوصفه. اول حاجه وخطوه مهمه، غادي ناخذ شويه ديال الزعفران شعره، غادي نرطبو في شويه ديال الماء اللي تيكون دافي باش هكا نستافد من داك المذاق الزوين ديال الزعفران. ومن بعد غادي ندوز معكم التتبيله. بالنسبه للتتبيله اللي غتكفيني في 2 دجاجات ديال 2 كيلو ونصف، غادي نحتاج 2 معالق كبار اللي ما تيكونوش كبارين بزاف ديال السكنجبير، وغادي نحتاج الملعقه ديال الخرقوم البلدي. غادي نضيف ليهم راس معلقه ديال القرفه بودره، ما غاديش نكثرها بزاف لان كيف كتعرفوا القرفه كتكحل لينا المرق ديال الدجاج. هنا غادي ندير ملعقه صغيره ديال الابزار الابيض. كيف كتعرفوا الدجاج اولا بسيطله ديال الدجاج كيتواتى معهم الابزار الابيض. هنا غادي نضيف ملعقه صغيره من المروزيه ديال الدجاج اولا التوابل ديال الدجاج. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نشارك معكم هذه العطريه لانني كنوجدها غير في الدار. غادي نضيف كذلك 2 ضويمات ديال زعفران شعره. الغايه منهم هي كتعطينا واحد اللون زوين للدجاج. غادي نضيف كذلك واحد نصف دويمه ديال السمن. الا كان عندكم السمن الحايل اولا السمن الحر غادي ديروا راس معلقه. انا بالنسبه ليا تقاضى ليا داكشي علاش درت نصف دويمه ديال السمن باش تعطيني هكا لوغو ديال السمن في هذه البسطيله. غادي ناخذ هذاك الزعفران من بعد ما طلق مزيان في داك الماء وغادي نزيدو على ديك التتبيله. غادي ندمج مزيان هذوك العناصر ونتاكد انني ذوبت ديك العطريه في الماء. غادي نحتاج انني نزيد واحد الكويس ديال الماء لان كيف كتشوفوا عندي الكميه ديال الدجاج كثيره. هنا غادي نخلط مزيان ديك التتبيله ديالي، وهذه هي الماغيناد اللي غادي نرقدو فيها الدجاج. غالبا نهار كنبغي نحضر البسيطله ديال الدجاج اولا البسطيله ديال الدجاج كنرقد هذا الدجاج ليله كامله. من الاحسن ترقدوا الدجاج ليله كامله كيعطي مذاق احسن. وإلا كاع ما كانش عندكم الوقت على الاقل رقدوه ساعتين ديال المكانه. غادي ناخذ داك الدجاج اللي عندي، غادي نحاول انني نثقبو وندخل فيه مزيان هذيك التتبيله. من بعد غادي نتبل الصدر ديال الدجاج بنفس الطريقه، وكيف قلت لكم غادي نغطيه ونخليه ليله كامله باش يتشرب مزيان هذيك التتبيله. قد ما خليتو هاد الدجاج مرقد قد ما كتعطيكم نتيجه رائعه في البسطيله ديال الدجاج. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما تبلت كاع ديك الكميه اللي عندي ديال الدجاج غادي نغطي الدجاج ديالي بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليه كيف قلت لكم في الثلاجه ليله كامله. اقل مده اخواتي خليوه يترقد ساعتين ديال المكانه باش كتحصلوا على واحد النتيجه اللي زوينه. هنا الغد ليه خديت واحد الطنجره لي كبيره، ستفت فيها هذاك الدجاج ودرتو على نار اللي كتكون متوسطه. مره كنبقى نشحر فيه، ما كنديرش الزيت في هذه المرحله، كنبدا نقلي في داك الدجاج حتى كيطلق مزيان الماء ديالو اولا كيطلق ليدام ديالو في ديك التتبيله. من بعد ما كيتشحر عندي مزيان هذاك الدجاج كنضيف ليه واحد الربطه ديال القزبر والمعدنوس، كنضيف 3 د العويدات ديال القرفه، وغادي نضيف واحد البصله اللي قطعتها هكا جناوح، وغادي نضيف نصف كاس اولا كاس لاروب ديال زيت المائده.
ما كنديرش البنات زيت الزيتون في البسطيله ديال الدجاج. هنا غادي نمرق بالماء اللي تيكون سخون بزاف، ما غاديش نكثر الماء اخواتي باش الدجاج ديالنا ما يجيش بحال الا غير مسلوق، كيجي لذيذ بزاف. الا كثرتوا الماء بزاف غيجيكم داك الدجاج بحال غير سلقتوه. يعني الماء كديروا الماء اللي تيكون قليل، ومن الاحسن يكون كيف قلت لكم ما مغلي. ومره غادي نبدا نثقب في هذاك الدجاج كيف كتشوفوا معايا باش يخرج كاع داك الدم اللي تيكون فيه لداخل وكيطيب مزيان. مره كنبدل البلاصه ديال الدجاج. بالنسبه للدجاج اللي طاب في ديك المرقه كنواليه الفوق، والدجاج الاخر اللي كيكون من الفوق حتى هو كنردوه لتحت باش يطيب مزيان من ديك الصلصه وياخذ لينا من دوك النكهات اولا ديك التتبيله اللي درنا. هنا غادي نشارك معكم الطريقه اللي وليت كنعتمدها في البسطيله ديال الدجاج، ومن نهار جربتها ما بقيتش كنبدلها. ما كنطيبش البنات البصله مع الدجاج، كنطيب البصله بوحدها كتجي واحد البنه في هاد البسطيله ما نقول لكمش. جربوها بهاد الطريقه اخواتي وردوا عليا في التعاليق. غادي ناخذ هذاك المرق اللي طاب فيه الدجاج، غادي نصفيه من جميع دوك الشوائب كيف كتشوفوا معايا، وغادي نضيفهم الكيلو ونصف ديال البصله. بالنسبه للكميه ديال 2 دجاجات من فئه 2 كيلو ونصف غنحتاجوا ليها الكيلو ونصف ديال البصله اللي قطعتها جناوح. غنضيف ليهم داك المرق اللي صفيته اللي طاب فيه الدجاج، وغادي نضيف شويه من كاع ديك التتبيله اللي درنا في الدجاج، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الابزار الابيض، شويه ديال العطريه ديال الدجاج، زعفران الحر، وغنضيف شويه ديال الخرقوم والملحه على حسب الذوق. غادي نبدا نشحر هذيك البصله كيف كتشوفوا معايا في داك المرق اللي طاب فيه الدجاج. وما نقولش لكم البنات على بنه كتكون في هاد البصله، لان كيف كتعرفوا الدجاج طلق لينا دوك النكهات والبنه ديالو، كتجي واحد البصله اللي لذيذه بمعنى الكلمه. هنا غادي نرجع لديك البصله كيف كتشوفوا معايا، وهذا هو القياس اللي بغيت نعسلها فيها. كيف كتشوفوا راه البصله طابت وتبخر تقريبا نصف ديال داك المرق اللي درنا فيها. غادي نضيف ليها 3 الحبات ديال المسكه الحره، وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال الزبده، وغادي نضيف 40 غرام ديال سكر حبيبات. ما تفوتوش البنات 40 غرام ديال سكر حبيبات باش ما تجيكمش ديك البسطيله حلوه بزاف كتقطع بالحلاوه. هنا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، وضروري تاكدوا من القرفه تكون جديده ويلاه طحنينها. كيف كتعرفوا البسطيله ديال الدجاج القرفه مهمه فيها، داكشي علاش خدموا بالقرفه اللي كتكون جديده باش كتحصلوا على واحد البنه في ديك البسطيله ديالكم. غادي نرد ديك البصله تشحر فوق البوطه مع التحريك المستمر بحال الطريقه اللي كنحضروا بها التفايه. غنبدا نحرك في ديك البصله حتى كتوقف في الزويته ديالها كيتبدل اللون ديالها، كتولي واحد البصيله اللي معسله. من بعد غادي نديرها حتى هي في ديك الصفايه اللي صفيت فيها الدجاج، وغادي نصفيها مزيان من ديك الصلصه اولا ديك الدغميره، وهذيك الدغميره هي اللي غنطيبوا فيها البيض. غادي ناخذ 7 ديال البيضات اللي الحجم ديالهم صغير. الا كان عندكم البيض كبير راه غادي تكتفيو غير ب5 البيضات ولا 6 البيضات. من بعد غادي نضيف واحد الرشيشه ديال المروزيه ديال الدجاج باش هكا داك البيض نحيدو منه الزفره. من بعد غادي نضيفو لديك التغميره اللي صفيتها من البصله، وغادي نحرك مزيان في داك البيض حتى كيطيب بنفس الطريقه اللي كنوجدوا بها البيض ديال البسطيله. من بعد ما طاب عندي داك البيض غادي نضيف ليه شويه ديال المعدنوس اللي قرطته، وغادي نرجعو للصفايه حتى هو يتقطر مزيان من داك الزيت وداك السوائل اللي تيبقاو فيه. هنا غادي ندوز لداك الدجاج من بعد ما خليته حتى برد مزيان. غادي نفرتو القطع اللي تيكونوا صغارين، وتاكدوا انكم ما خليتوش تطريف هكا من الجلده اولا من العظام. المهم كتنقيوه مزيان البنات بنفس الطريقه اللي كنحضروا بها البسطيله. غادي نفرتو القطع اللي تيكونوا صغارين وتيكونوا رقاقين باش تيجيو ساهلين في الماكله. صافي اخواتي، هنا غادي ندوز معكم لديك البصيله كيف كتشوفوا معايا
راها تعسلات وجات واقفه في الزويته ديالها. هانتوما كيف كتشوفوا معايا كتجي واحد البصيله اللي معلكه وواقفه. اعتمدوا هذه الطريقه حتى الا كنتو غتصاوبوا التفايه ديال الكسكسو. طيبوا البصله في داك المرق اللي طيبتوا فيه اللحم ومن بعد عسلوه. تيجي البنات واحد الدغميره اولا واحد التعليكه لذيذه بزاف، كتضيف واحد المذاق رائع للاطباق ديالكم. هنا غادي ندوز لداك الدجاج اللي فردتو، غنضيف ليه ديك البصله اللي عسلتها. وما تخافوش البنات من هاد الحشوه، ما كتجيش حلوه، بالعكس كتجي القياس في الحلاوه وكتجي رائعه في المذاق. هنا غادي ندوز معكم اللوز اللي رطبته في الماء سخون، من بعد حيدت ليه القشره خليته حتى نشف. الا ما كانش عندكم الوقت مسحوه مزيان بالفوطه ديال المطبخ. وهنا غادي ندوز نقليه في الزيت اللي كتكون بارده. من بعد غادي نصفيه في واحد الطبسيل وهو سخون. غادي نضيف ليه ملعقه صغيره مع مراش ديال القرفه. كيف قلت لكم القرفه لابد تكون جديده. هنا غادي نضيف 2 معالق ديال الزبده، وغادي نضيف تقريبا واحد 30 غرام ديال سكر حبيب. هنا اخواتي غادي نطحن مزيان هذاك اللوز. غادي نطحنو تقريبا يعني ماشي بحال البخاليني، ماشي غنطحنو حتى صافي يولي بحال يعني يولي ملس او لا يطلق لي دم، ولكن غادي نطحنو حتى يولي بحال واحد العقده اللي فيها دوك الحبيبات ديال القرمشه. ملي كتاكلوا البسطيله ديالكم ما كتجيكمش ديك العقده تاع اللوز يعني كتلصق لكم في اللها، لا كتجي فيها ديك التقرميشه وفي نفس الوقت كيكون مطحون مزيان. صافي اخواتي، ها نتوما بغيت نوري لكم الشكل ديال داك اللوز. علكوه خليوه يتطحن وهو سخون حتى يولي معلك، ولكن ماشي كاع حتى يوصل المرحله ديال البخاليني او لا يطلق لي دم ديالو. خليو فيه شويه ديك القرمشه باش هكا البسطيله ديالكم كتجي احسن. هنا اخواتي بالنسبه للورقه اللي كنخدم بها، كنخدم بسبرينغ رول ديال الشناوه. خديت الحجم اللي متوسط. غادي ندهن ديك الورقه كامله بالزيت. بالنسبه للبسطيله ديال الدجاج ما كنديرش فيها الزبده في الورقه، كندير غير الزيت. غادي نوضع 2 معالق كبار من داك اللوز اللي وشت معاكم، وغادي نوضع كميه لا باس بها ديال الدجاج باش هكا تيجيو دوك البسيطلات عامرين. هنا غادي نضيف داك البيض اللي خليته تنشف مزيان كيف كتشوفوا معايا. ضروري ديروه في واحد الصفايه وتخليوه يتقطر مزيان مزيان. هنا غادي نضيف ملعقه كبيره من داك البيض. غادي نسرح دوك الطبقات كيف كتشوفوا معايا، وغادي ندوز معكم الطريقه اللي مهمه في طي البسطيله. هنا كيف كتشوفوا معايا اخواتي الفيديو راه شارح راسو. واحد الصبع كنشد به الورقه وصبع اخر كندوزو تحت من الورقه وكندير به بحال البليات. هاد الطريقه كتعطيكم بسيطلات اللي مفينين وكيجيو على شكل وريضه وما كيجيوش فيها دوك القنات هكا خارجين او لا كتجي بسطيله كبيره بسطيله صغيره. وبالنسبه باش يجيوكم قاده وحده غادي تخدموا بالمول ديال الحرشه او لا السيركل ديال الحرشه. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما كنجمع ديك الورقه كنحاول انني نتخلص من الورقه اللي كتكون زايده، وإلا بانت لكم الورقه مضوبله في شي بلاصه راه كتحيدوها. الطريقه راها ساهله البنات. هنا كيف كتشوفوا معايا غنضغط شويه على ديك البسطيله باش تاخذ ليا الشكل ديال داك السيركل، وغادي ناخذ ورقه اخرى. بالنسبه للبسطيله ديال الدجاج غالبا كنضوب لي الورقه لان فيها ديك العقده تاع اللوز باش هكذا ما كترتقش لينا في الفران. غادي ناخذ واحد الورقه من البسطيله ندهنها بدهنه خفيفه ديال الزيت، وغادي ناخذ ديك البسطيله اللي جمعتها غادي نوضعها فوق من الورقه اللي كتشوفوا معايا. غندير هذا اللوز هو اللي كيوالي لتحت. ما تخافوش البنات راه هاد البسطيله ما كتجيش غالبه فيها الورقه. في الاخر ديال الفيديو غنقسم لكم واحد الحبه باش تشوفوا كيف كتجي. وغادي نحطها فوق سطح العمل وغادي نقد ليها الشكل ديالها كيف واضح لكم في الفيديو. بالنسبه للبسيطلات ديال الدجاج حاولوا ديما تخدموا بالورقه اللي كتكون جديده باش هكا كتعطيكم طوع في الخدمه. الا كانت عندكم الورقه في المجمد راه غتبدا تقطع معكم وتفرتت معكم. من الاحسن نهار تبغيو تحضروا البسيطلات تاخذوا ورقه اللي كتكون جديده. هنا غادي نستف دوك البسيطلات في واحد لاطري كتدخل الفران وغادي نخليهم في سطح العمل حتى كينشفوا مزيان. ما كنطيبش هاد البسطيله مباشره، كنخليهم حتى كيتشمعوا. يعني ملي كتقيسوا ديك البسطيله كتلقاوها تشمعات ديك الورقه ونشفات. هنا غادي ندخلهم الفران اللي تيكون سخون من قبل على نار مهيله حتى كيطيبوا مزيان وكياخذوا داك اللون اللي محمر.
ملي كتنقصوا عليهم العافيه وكتخليهم فوق في الفران، راه حتى ديك الورقه اللي كتكون من الداخل كتلقاوها مقرمشه ومقرمله مزيان. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران وهما سخونين، غادي ندهنهم بشويه ديال العسل، او لا التزيين راه كيبقى لكم لاختيار، كتفنوا في التزيين كيف بغيتوا. انا هنا دهنتهم بشويه ديال العسل وزينتهم برقائق اللوز اللي حمرته في الفران، ورشيت فوق منهم شويه ديال السكر كلاصي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا من بعد ما كملت ليهم التزيين. ها نتوما كيف كتشوفوا اخواتي كيجيو بحال شكل وريضه. تبعوا الطريقه اللي عطيتكم في طي البسطيله، راه كيجيو بحال شكل ديال الوريضه وكيجيو كلهم قاده وحده. هنا غادي نقسم لكم واحد الحبه كيف عودتكم باش تشوفوا دوك البسطيلات ديالنا كيف كيجيو مقرمشين ومعلكين. جربوا اخواتي هاد الطريقه راه ما تشبعوش منهم. كيجيو واحد البسيطلات اللي معلكين والبنه البنات ما نقولش لكم. هنا كيف كتشوفوا معايا الورقه كتجي مقرمشه، كيجي فيهم واحد التعليكه لداخل والمذاق رائع جدا. جربوهم اخواتي. كنتمنى اقتراح اليوم ينال اعجابكم، وإلا عجبكم كالعاده ما تنساوش ليا لايك، تخليو ليا التعاليق ديالكم، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. في امان الله.